اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين وخد في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الفول بطريقته سهلة خالص وطريقته ناجحة من اول مرة تعمليها، ان شاء الله يعجبك. لو عجبك الفيديو يا ريت بقى ما تنسونيش بالله عليك باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. طبعا معايا كمية فول، طبعا الكمية اللي انت تحبيها. نجحتها كده من بالليل زي ما انتوا شايفين، الحباية طرية خالص معايا. طبعا لازم تنقعي الفول من بالليل عشان خاطر يسهل عليكي في التسوية، عشان خاطر تبقى الحباية معاكي دايبة وما ياخدش تسوية ياما على البوتاجاز. بس هنا خلاص، طبعا اول حاجة بتنضفيه وبعد كده بتشطفيه كده وبتنقعيه. طبعا بتنقعيه من بالليل وبتقومي تاني يوم الصبح بتعلقي عليه زي ما شفت معايا كده. حطيت له كده جزرتين وحطيت له بصلايه. طبعا انا بحط له كل حاجه لان انا بجهزه على طول، يا دوبك بخدع له بصلايه كده بطماطميه وخلاص. بحطت له طماطميه، حطيت له بقى بصلايه شويه توم كده حلوين، وحطيت له قرن من التوم، حطيت شويه من القرفه شويه صغيرين متكترين، وحطيت شويه كزبره وشويه كمون وشويه فلفل اسمر والملح، وحطيت برضو نص معلقه صغيره من الكركم. بس كده، ما تحطيش توابل ياما عشان خاطر ما تغطيش معاك الفوق. بس كده هديهم بقى تقليبه واوطي عليهم النار واسيبهم بقى مع نفسهم لمده ساعتين لمده ساعه ونص. طبعا هو هياخد معاك وقت. نص معلقه صغيره من الجرف من الكركم. بس هنا خلاص، طبعا انا عاملاه في حله عشان خاطر الكميه كبيره، فما كانتش يعني هتاخد البتاع معايا. بس هنا خلاص، طبعا هديله تقليبه كده واغطي عليه واسيب الغطا موارب كده شويه عشان خاطر لما يغلي ما يفرش ويبهدل لي معايا البوتاجاز. حطيت برضو شويه صغيرين من الكركم عشان خاطر برضو يدينه لون حلو للفول. بس هنا خلاص زي ما انتوا شايفين، لازم تعملي الغطا موارب كده عشان لما يغلي معاكي ما يفرش ويبهدل معاكي الدنيا. وهنا خلاص بقى كان يعني دخل على سوا خلاص، كان فاضل له حاجات بسيطة. هوريكم برضو الحباية دايبة ازاي، شايفين الحباية دايبة ازاي. لسه برضو هزوده ندعة صغيرة من المية واسيبه ياخد كمان غلوتين 3 لحد ما يبقى دايب خالص معاك. بس هنا خلاص، طبعا كل حاجة دابت معاكي، والجزر انهاري معايا والطماطم والفول وحباية الفول دايبة خالص وياك. انا بحب اديله ضربه صغيره كده في الخلاط، لو انت مش حابه براحتك. طبعا هنا خلاص بعد ما غلى خلاص وخلص يعني، هطفي بقى عليه النار واسيبه يبرد خالص، وبعد كده هضربه في الخلاط وهتشوفوه معايا برضه. بس هنا خلاص، طبعا بعد ما برد خالص تماما عشان الخلاط معاكي ما يبص، بحط بقى شويه من الفول وشويه من الميه ده عشان يمشي بس معايا الخلاط. انا بحب اديله ضربه كده عشان خاطر يوفر عليا، يعني اما اجي اطلع الكيس واقوم حاطاه في التغداء على طول، مش لسه هقعد اهرسه بشوكه او بالهراسه بتاعه الفول او كده. انا بديله ضربه صغيره خالص زي ما انتم شايفين، مش بنعمه ولا حاجه، هو فيه لسه كتل يعني من الفول، مش بنعمه خالص اهو زي ما انتم شايفين. بس بيوفر عليكي بقى ايه انك تطلعي الكيس ولا تنعي هم انك لسه تهرسي ولا حاجه من دي. انا بعمله كده من سنين يا بنات وطعمه جميل، وعمري ما اشتريت فول من بره. يعني لو اشتريت بشتري يعني حاجه قليله خالص، اما يكون مثلا خلصان وانا ما عملتش او كده. طبعا هحط بقى الكميه اللي على ما اخلصها. طبعا ما بتكتريش في الخلاط عشان ما يبص معاكي. هضرب بقى الكمية دي كلها واحطها وهعبيها في اكياس واحطها في الفريزر. واطلع اجلي كده بصلاية وعليها طماطمية، وبتقوم حاطة الكيس الفول على طول، تشطفيه كده وتقوم حاطاه على طول. ده بيسهل معاكي بقى
في الوقت، وطبعا بيوفر معاكي كمية كبيرة من الفلوس. طبعا بتجيبي مثلا الكيلو وبتجيبي وكده وبتعمليه، فبيوفر معاكي كمية كبيرة يعني. بس هنا خلاص هعبيه بقى. طبعا انا بهبيه بالكوباية كده عشان خاطر ابقى عارفة الكيس فيه قد ايه. طبعا الكوباية كده بتعملك الكل طالع مقاس واحد. بس هنا خلاص هعمل بقى الكل بالكمية دي. طبعا انت بتعبي على قد الأسرة بتاعتك. بس هنا بقى عايزة تعمليه بالطريقة دي براحتك، عايزة مثلا تعقديه كده براحتك. انا بفضل الطريقة دي، لاني بطلع الكيس بحطه كده في الصلصة بتاعته، وباخد الكيس اشطفه وبنشفه حلو وبعبي فيه تاني اي حاجة تانية، مش برمي الكيس. انما لما بتعقدي الكيس بتمسكي طبعا بتقطعيها على طول، مش هتعرفي تفكيها وكده وهو متل، فبتكون مستسهلة وقطع على طول. انما لما يكون كده طبعا القطعة دي هتتلج معاكي، فهتطلع معاكي بكل سهولة من الكيس. وبعد كده بتشطفي الكيس وتعبيه على طول تاني. بس هنا خلاص بقى هعمل الكمية كلها زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. بس هنا خلاص طبعا هم عملوا معايا تقريبا 7 اكياس. وهنا برضو لو عايزة تعقدي بالطريقة دي براحتك، وعايزة مثلا تقصي اللي فوق ده عشان ما ياخدش يعني ويضيق كده في الفريزر، براحتك برضو. هنا عملوا لي 7 اكياس من الفول، وخدت برضو شوية برضو طبختهم. عايزة بقى تقصي البوز اللي فوق ده براحتك خالص. بس برضو انا عاقدة العقدة مش جامدة جوي، عشان برضو افك واستخدم الكيس تاني. لو عجبكم الفيديو ياريت بقى ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. يلا اللي محطش لايك يحط اللايك، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.